حضرتك احنا موقفنا ايه من ماتش سيراميكا القادم؟ يعني لو سمحتوا انا برد بقول احنا بنعمل اللي فيه مصلحة النادي بس، اكتر من كده مفيش حاجة خالص. فاحنا شايفين مصلحة النادي دلوقتي ان احنا يعني هنلعب المباراة 24 دلوقتي، مفيش مشكلة عندنا، والامور ابتدت تتحل كلها لصالح النادي. زي ما وقفنا ودعمنا النادي وقدرنا نقف قدام الناس كلها، وابتدت المنظومة تتغير. فاللي احنا عايزينه مش ان احنا ما بنلعبش، لا، اللي عايزينه ان المنظومه تبقى فيها تكافؤ فرص. ودلوقتي ابتدى يتم، ادي اتحاد الكره بيحقق مع الحكام وعامر حسين مش موجود وكل حاجه مظبوطه، فابتدوا يتحركوا. لولا اللي احنا عملناه ما كانش الامور هتتحرك. بقالنا 20 سنه مش موجود الكلام ده خالص. فالحمد لله ان ربنا اكرمنا وقدرنا نقف وقفه هزت الوسط الرياضي كله وزي الفل. يعني يا كابتن حسين كده يعني طلبات الزمالك هيتنفذ قبل ما نخوض المباراة ان شاء الله؟ اللي هي يا فندم اللي هي الاربع مطالب اللي الزمالك طلب بيهم اللي هم ايه يا فندم؟ نعم. اللي هم ايه؟ الاربع مطالب اللي نزلوا في البيان، اللي هم ايه؟ طيب ما انت قولهم. اللي هو كده جدول الدوري لحد نهاية الموسم ما هو نزل جدول الدوري جدول لغايه الدوري كده الموسم. تمام. وكل فرقة تلعب الدور الأول، بعد كده الزمالك يلعب. لا، الدور الاول مش هينفع، عمليا مش هينفع، هيبوظ الدنيا كلها. فاحنا اخدنا 3 من الاربعه، واخدنا اللي احسن منهم كمان، ان احنا هنبقى مشتركين في وضع النظام المسابقه الجديد. ولا عامر حسين يألف ولا اي حد، احنا اللي هنحط الجداول، واحنا اللي مش احنا كنادي الزمالك. انما بقى الرابطه ما تحطش الجدول، لازم احنا اللي نتفق كأندية على الجداول. فاخدنا كل الحقوق اكتر مما كنا عايزين، ما يعني عدا طرف واحد. كده يتم إقالة عمرو حسين ورئيس لجنة الحكام. يا عمي لو بصيت على الجوابات، اخر 3 جوابات ما فيش حاجه اسمها عامر حسين، فمش هيتم، هو مش موجود اصلا. حضرتك احنا كده هنلعب ماتش سيراميكا، ما لعبناش ليه ماتش الأهلي؟ طب ما هو يعني لو ما كناش عملنا كده ما كناش وصلنا لكده. انت عايز نبقى احنا كل سنه مضغوطين ونقعد نصوت ونعمل، ولا الدنيا تتظبط مره واحده؟ ده تتظبط مرة واحدة. زي الفل. يبقى توكل على الله وقول برافو عليكم. شكرا لحضرتك يا كابتن حسين. نعم. مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. قلت له دلوقتي، فهو دلوقتي قال انا يعني انا شايف إن الاضاءه كويسه ممكن تستكمل الماتش. فانا قلت له يا كابتن ميدو الاضاءه مش كويسه. قلت له البرج اللي فاصل ده مخلي الاضاءه مش احسن حاجه. أيوة. قلت له قال لي انا شايف كويس. قلت له ايوه ما احنا قلت له احنا مش شايفين، احنا شايفين بس ان انت تشوف حاجه وان انت تلعب كان عايز يكمل بثلاث كشافات اللي كانوا شغالين. كان عايز يكمل بالثلاث كشافات. قال لي دي انا بحددها وانا شايف ان هي شغاله وممكن نشتغل عليها. فقلت له كابتن ميدو على فكره الموضوع صعب. قلت له الموضوع صعب، وحتى بالنسبه لحارس المرمى لان ده كان برج القطع ده ناحيه الشناوي، يعني ناحيه كمان بتاعتها. قلت له بالنسبه لحارس المرمى هو سهل جدا ان ممكن ما يشوفش الكوره كويس. قلت له فازاي هنلعب، يعني هنلعب ازاي ونور مش كويس في الملعب؟ فقال لا انا شايف ان ده كويس، وانا شايف ان ده يعني شايف ان انا شايف يعني لا هنلعب وانا شايف انه كويس. وكابتن ميدو لا انا شايف انه كويس. طب تمام. وهو بيتكلم معانا البرج الثاني قفل. يعني البرج الثاني اللي هو الناحيه الثانيه قفل، فهو نفسه قال لا طبعا كده مش هينفع نلعب. بس طيب. انا في الوقت ده بلغكم ان المباراه خلاص مش هتكمل خلاص. الكابتن ميدو الاهلي ونادى حد من سموحه وقال ان انا بعد انا استنيت شويه واستنيت الوقت ده كله، انا في الاخر ما اقدرش اكمل الماتش. يلا بالشفا هيعيدوا الماتش من اول بقى ونرجع لهاني سليمان وبتاع ونجهدكم ماتش كمان. ها صياحكم طرب. ده فاول. اولا دودو طلعها فيستون دراعه باين جدا وعملنا زوم وبالشاشات وكل حاجه. الكره الثانيه البدري فاول طبعا، زقه طبعا اي حد هيشوفها فاول. هو في الاخر هي مش اوفسايد داخل الجون، لكن هو الطبيعي ان الفار بيقول له كوره مش فاول، اروح اروح اشوفها، انا اتاكد واشوف شغلي واروح اشوفها. هو الطبيعي كده، كل كلامي معاه انه روح تشوفها، ولو راح شافها انا متاكد انه كان هيحسبها فاول. عايز اكلمك بقى على الغاء المباراه. انا ما اعرفش اللائحه ايه، بس هو في الاخر هنشوف احنا هنلعب. لو هنلعب الماتش سواء ان احنا هنعيده من الاول خالص اكنه ما اتلعبش، هنعيده في نفس الميعاد. لو حتى هو اللائحه بتقول ان احنا نكمله في الدقيقه 50، هلعبه بالليل في نفس الميعاد. الطرد
ما هو بيقول انا اللائحه، انا ما اعرفش اللائحه، انا مش لا هو اراء، كل واحد بيقول راي، بيقول رأي كان الماتش ما اتلعبش هنلعبه من اول وجديد، وفي ناس بتقول هنكمله، ما اعرفش اللائحه ايه، لكن هو في الاخر انا حزين النهارده لان احنا كنا كويسين جدا جدا جدا، والشوط الثاني برضو احنا بادئين كويس. كنا يا عم ما توسعاش او كده، احمد ربنا الاخ فرج عمل ظرفهم ده وخلى الماتش هيتعاد من الاول. يلا ارزعهم بقى عشان نكسب الدوري.